في جوازات كتير بتتحول لمجرد روتين، نفس الناس، نفس البيت، ونفس العيشة، بس مفيش كلام. الصوت الوحيد اللي بيسمعوه هو صوت الصمت. أيوة، أيوة، الصمت اللي بيبدأ ببساطة وينتهي ببرود، والبرود بينتهي بانفصال. وبداية الصمت، بداية الصمت يا جماعة، هو مفيش مشكلة حصلت، بس فجأة بقينا بنعدي. مفيش كلام غير عن الأكل والمصاريف والعيال وحاجات تانية. الكلام الحلو بقى نادر، وإزيك بقت مجرد كلمة مش شعور. المصيبة إنك متخيل إن ده طبيعي، أو أنت متخيلة إن ده طبيعي، لكن ده أول جرس إنذار. إزاي الصمت بيبوظ الجواز؟ لما يكون مفيش حوار، مفيش فهم، مفيش أي تواصل، ولما يكون مفيش مشاركة أو مفيش ألفة، ولما يكون مفيش فضفضة. كل واحد بيدور على اللي بيسمعه بره فقط لا غير. الصمت بيخلي الطرفين غرب عن بعض، ما يعرفوش بعض، عايشين في بيت واحد بس كل واحد في كوكب تاني. مش بس الرجالة اللي بيسكتوا، الزوج ساعات بيبطل يتكلم لأنه حاسس إن الكلام بيتهاجم منه، والزوجة ساعات برضه بتسكت لأنها حاسة إنه مش بيسمع الكلام أو مش فارق معاه الكلام. فتبدأ العلاقة يبقى فيها برود وما فيهاش أي تواصل، وبعد شوية بيبقوا عايشين تمثيلية أو تمثيلية حياة زوجية. إزاي نكسر الصمت ده؟ اوعى تستنى الطرف التاني ابدأ أنت، حتى لو بكلمة صغيرة. كلمة وحشتيني، تعالي نخرج لوحدنا، أو أنت عاملة إيه، أو أنت كويس ولا مش كويس. الكلام البسيط ده بيرجع الروح للعلاقة تاني. وصدقني، جرب تعمل كده بس النهاردة. جرب، مش هتخسر حاجة. ولو شايف إن الصمت دخل بيتك، ما تسكتش، خد خطوة، أو كلمة، أو لمسة، أو أي حاجة. اللي بيتكلم ممكن ينقذ بيته، لكن اللي بيسكت بيشيل الطلاق جواه، سواء سنة وراها سنة، لحد ما يجي اليوم اللي ينفجر فيه. صدقني، الحلقة الجاية هنواجه واحدة من أخطر أسباب انهيار الجواز، مش الخيانة ولا الفقر، لكن النقد المستمر. كل كلمة بتطلع من بقك ممكن تعمر البيت أو تكسر البيت. استناني.